واول خطوه لوصفتنا بدنا نعمل باتر ميلك. رح نحتاج حليب كامل الدسم، هون انا رح احط كوبين وراح اضيف معاه خل ابيض. ما عندك خل ابيض تضيف ليمون، ما في ليمون تضيف حمض ليمون. نقول بسم الله. تحريك خفيفه. شايفين كيف صار هيك عندك زي الكثيف، زي اللي فيه غربله. وبنتركه على جنب لنقطع الدجاج. راح نستعمل صدر الدجاج، تقدروا تستعملوا الفخذ. راح اقطعه بهاي الطريقه، من بعدها راح اقطع مكعبات. هلا انتوا اغتنموا الفرصه وانا بقطع، انزلوا اشتركوا بالقناه، ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو. تقريبا هذا الحجم اللي بدنا اياه. البتر ميلك صار جاهز عندي، راح اضيف فيه الدجاج. هلا بنخلط المواد الجافه مع بعض اللي راح تكون الكوتينج تبع الدجاج عند القلي. راح نبلش بكوب طحين، وراح اضيف كمان نص كوب نشا، معلقه بابريكا ويفضل تكون مدخنه، كمان معلقه كبيره توم بودره، ومعلقه كبيره بصل بودره، معلقه ملح وفلفل اسود. نخلطهم كلهم سوا، نتركهم على جنب. وهلا بدنا نحضر صوص الدايناميت. عندي هون كوب مايونيز تقريبا 200 جرام، راح اضيف عليه 100 جرام كاتشب، وراح اضيف عليه كمان معلقه صويا. بالعاده بنستعمل سيراتشا للدايناميت، بس انا حبيت اضيف الصلصه الحاره اللي بنعرفها تبعنا، بسموها دقوس. طبعا هاي حسب الرغبه، قد ما بدكم ضيفوا. معلقه كبيره عسل، توم بودره معلقه صغيره، عصره ليمون، رشه ملح خفيفه، بالضبط هيك. بنخلط. هيك الصوص صار جاهز عندي، لازم يكون هذا اللون. نتركه على جنب، نشغل النار على الزيت. وهلا وقت المتعة. راح اشيل الدجاج من البتر ميلك، راح احطه فوق الطحين. راح اقلب الدجاج بالطحين، واتاكد انه هيك يصير شكله ومغلف تماما بالطحين. هلا على الزيت. نقول بسم الله. شغلة مهمة لازم نعملها، ما نستعمل نفس الملقط اللي اخذنا فيه الدجاج الني لنقلب فيه الدجاج اللي عم بيستوي. هذا اشي وهذا اشي، وهذا اللون اللي لازم نوصل له. كيف نعرف انه الدجاج استوى عنا؟ صوت الزيت لازم يخف، معناتها كل المي اللي جوا الدجاج تبخرت ودخل مكانها الزيت وانطبخت عنا. بنضلنا نقلي لحد ما الدجاج كله ينقل عندي. الدجاج صار جاهز عندي، راح انزله كله بالصوص. مباشرة على صحن التقديم. شايفين المنظر ما أجمله. لازم يلاقوا اختراع للريحة، ضروري، عشان أقدر أوصل لكم الريحة قديه فخمة. بس شوية حبة البركة، لزوم الزينة، رشة بقدونس. زي ما الكتاب بيقول، داينامايت تشيكن على أصولها، بس كم المطاعم مليون مرة أسهل إنك تعملها. بس اسمعوا لي هالقرشة. اشتركوا بالقناة وشوف الوصفة.